ازيكم عاملين ايه؟ رب دايما بخير. النهارده فيديو جديد وسيشن جديده في الانجليش، وتحديدا في جزء الاكسفورد اللي هو عباره عن الفونكس، اللي هو باصوات الحروف، وازاي اخلي ابني يقرا كلمه انجليش لوحده ويحفظ كلمه انجليش لوحده بدون ما ياخد وقت في الحفظ، وبدون ما ياخد وقت في حفظ اللتر وينسى الحروف، وازاي يقرا اي كلمه قدامي بالانجليزي، وازاي يشوف يقرأ رأسه السؤال لوحده بعد كده، وتحديدا للناس بتوع التجريبي واللغات. يلا مع بعض نشوف ايه اللي المفروض اعمله. خلصنا الليترز كلها بالاصوات بتاعتها، زي ما انا نزلت الساوند بتاع الليتر، وبدال خلاص هو عارف دلوقتي يكتب النيم، يقولك النيم بتاع الليتر ايه، ويكتب الليتر لوحده بشكل صحيح، وكمان يقول الساوند بتاعه صوته عامل ازاي في الكلمة. لا، زي ما احنا اتفقنا ان كل ليتر ليه صوت في الكلمة. تمام. هو مثلا اسمه احمد، لكن لما بيجي يتكلم بيبقى صوته مختلف. تمام. يبقى النيم بتاعه غير الساوند بتاعه. يلا بينا، بدل انتي خلاص اتأكدتي ان ابنك اتقن النقطة دي واتقن الحروف، كتبها كابيتال وسمول، عرف الساوند بتاعها. يعني مثلا اكتبي له مثلا وليكن لتر ايه كده بالشكل ده، وتقولي له ايه what's the sound of letter ايه، هيقوم قايل لك اه اه اه. تمام. طب وليكن مثلا letter B، what's the sound what's the sound the letter B، هيقول لك مثلا ب ب. خلاص تمام. ونأكد طبعا على الحاجات اللي هي شبه بعضها زي السي والكي والكلام ده كله. اوكي تمام. يلا بينا نكمل السيشن بتاعتنا. ايه اللي المفروض اعمله بعد ما اخلص ده كله وخلاص عارف الساوندز بتاع الليترز كلها؟ اللي المفروض اعمله ان انا هديله حاجة، ان انا عندي حاجة اسمها الحروف الشقية، اللي هم بنقول عليهم الفاول ليترز. ايه هم بقى الفاول ليترز؟ الفاولز ليتر اللي هي الحروف الشقية، اللي هي صوتها بيتغير، وبصوا عاملة قلبان كده. تعالوا نشوفهم اللي هم ايه. قالك اللي هم الاي والاي والاي والاو واليو. يبقى انا عندي كده كام لتر فاولز؟ 5 لتر فاول، 5 لتر فاولز. تمام. ايه هما الفايف لتر فاولز؟ هو اللي لازم يقولهم. هيقولك الاي والاي والاي والاو واليو. اوكي. اول ما يحفظهم تمام، نقول له بقى ان دول لما بيقفوا جنب الحرف، الحرف بيبتدي ان هو صوته يتغير. ازاي؟ وليكن هناخد النهارده لتر ايه، اول واحد. لتر ايه ده بقى من الحروف الشقية جدا، والحروف اللي بصوا بتخلي الحرف متعصب جدا. ازاي احنا قلنا ان الساوند بتاعه اه. تمام. قالك الايه ده بقى لما بيتعصب بيبقى ايه غريب جدا بالشكل ده. طب بيبقى ماله؟ قالك بيعصب الحروف. ازاي؟ يعني بيخلي الحروف تزعق. تعالوا نشوف لو وقف جنب البي هيخليها عاملة ازاي. لو جه هنا وقف جنبها هيخليها تقول ايه؟ با ومتعصبة بالشكل ده. طيب لو وقف جنب السي، ساوند السي ايه؟ ها، ك هيخليها تقول ايه؟ كا بيعصب الايه؟ الحرف. تمام. طب لو وقف جنب الدي هيخليها تقول ايه؟ دا. طيب طبعا مش هيقف جنب الايه بعد الدي، ايه مش هيقف جنبها لان الايه من الحروف الايه الفاولز. تمام. طب لو وقف جنب مين بقى؟ الاف، قالك هيخليها تقول ايه؟ ها، ساوند الاف ايه؟ فا متعصبة. طيب لو وقف جنب الاتش، ساوند الاتش ايه؟ ها، هيخليها تقول ايه؟ ها. تمام. طيب لو وقف جنب الجي بالشكل ده هيخليها تقول ايه؟ ساوند الجي ايه؟ هي النيم بتاعها جي، لكن الساوند بتاعها ج. يبقى هيخليها تقول ايه؟ جا متعصبة. تمام. يبقى حرف الايه ده من الحروف الايه الفاولز اللي لما بتقف جنب اللتر بتخليه يتعصب ويقول ايه؟
متعصب. تمام نكمل. طبعا مش هيقف جنب مثلا الاي، ليه؟ لان الاي من الحروف الايه؟ الفاولز. اوكي نكمل. مثلا وليكن وقف جنب الار، هيخليها تقول ايه؟ ها، را. طيب لو وقف جنب مثلا الاكس، ها، اكسا متعصبة. لو وقف جنب الاس، سا. تمام. لو وقف جنب التي، ساوند التي، ها، يبقى تا. لو وقف جنب الفي، ساوند الفي، فا وهكذا. احنا كده النهارده خدنا اول لتر في الحروف، اللتر الفاولز اللي هما الاي، الاي والاي والاي والاو واليو، ونحفظهم له على ايده ان هما 5 letters. اوكي. هياخدوا اللي هتعملي له الحروف كلها من اول البي، تمام، طبعا ما عدا الحرف اللي جاي هنا في قائمه الفاولز. تمام. ونوقف جنبهم الاي ونحكي له القصه ان الاي دي عصبيه جدا، ولما بتروح تقف جنب الحرف بتخليه يتعصب ويفضل يقول نحط ساوند الحرف الاول معاه. ساوند دي مثلا ده ناخد واحده بس تبقى دا فا ها جا را اكسا سا تا فا وهكذا. تمام. برضو الام مثلا، ها، ساوند الام، ما الان، نا. تمام. وهكذا لحد ما يخلص اللتر كلهم يعرف يقراهم لوحده، وتقومي عامله له بقى ايه؟ مثلا يقولوا له ايه؟ ريد، اقرا لي دي. هيقول لك بقى هو ايه؟ وده الايه اللي هو بيتعصب من اللتر الفاولز بيخليها تقول فا. تمام. قولوا له اقرا لي دي، نا، وهكذا. تمام. اول ما يتقنهم هنبتدي ندخل على اللتر اللي بعده اللي هو الاي. اوكي. ويبقى كده احنا بدأنا في اللتر اللي هم الفاولز، بعد ما اتأكدنا ان الطفل بقى بيكتب اللتر كويس وعارفه سمول وكابيتال وعارف الساوند بتاعه، زي ما قلنا ان الساوند مهم جدا، وده جزء الفونكس اللي احنا ماشيين بيه دلوقتي. لو لاحظتوا ساوند البي ب يبقى با، ساوند السي ك، ساوند الدي دا، ساوند الاف فا، وهكذا. انتظروني في سيشن جديدة، ومع السلامة. وما تنسونيش بلايك وكومنت وسبسكرايب للقناة، ومستنية اسئلتكم في الكومنتات عندي. مع السلامة، هتوحشوني.